اول 10 سنين احنا ما اتكلمناش على المدرسه اللي انت كنت فيها. احنا عرفنا ان انت كنت ساكن في السيده زينب، كنت بدات تروح المدرسه في الوقت ده؟ طبعا. كانت المدرسة اسمها القزلار الابتدائية، وبعد كده سمت الحلمية الابتدائية. قعدت فيها الست سنين بتوع ابتدائي؟ وبعد كده رحت مع بابا طبعا السودان، ودخلت الخرطوم الثانوية. والاعدادي، امال كانت فتره اعدادي فين؟ احنا بنتكلم لسه في اعدادي بعد ما الابتدائيه. كانش فيه اعدادي لسه، ايام ما كان اول ثانوي على طول. وكانوا 6 سنين برضو ولا كانوا اكتر من 6 سنين ابتدائي؟ اعتقد كانوا 6 سنين، مش فاكر بالظبط. مش فاكر. طيب يبقى انت كنت في الاول في مدرسه الحلميه في فتره الابتدائي. وبعد كده اتنقلنا للسودان. ليه سافرتوا السودان؟ والدي كان طلع إعارة للسودان، وبدأ في تكوين أوركسترا الإذاعة السودانية وتطوير الفن السوداني بشكل عام. فدخلت أنا في الفترة دي الخرطوم الثانوية. الكلام ده كان سنة كام؟ تقريبا سنة 56. 56 يعني كان عندك 14 سنة تقريبا. وبعدين لأن ما كانش فيه فرصة لتكملة دراسة الكمانجة، فكان لازم أنزل عشان أكمل المرحلة بتاعت دراسة الكمانجة مع الأساتذة اللي موجودين في مصر. لا، خلينا الأول قبل ما تنزل مصر، قبل رجوعك لمصر من السودان، إيه الحاجات اللي أنت عملتها في السودان؟ عملت إشعار برنامج للأطفال، الموسيقى بتاعته، وعزفتها بنفسي على الكمانجة. ده كان تلحينك؟ ده كان أول لحن أنت عملته؟ أول لحن سوداني أنا عملته وعزفته كمان، يعني لأن كان مجموعة الأطفال السودانيين اللي غنوا، وأنا كنت المصاحب ليهم بالكمانجة في أثناء الغناء. فده كان المشاركة الوحيدة اللي عملتها، إلى جانب طبعا كان في حفلات كنت بطلع فيها على المسرح، أعزف برضو مقطوعات موسيقية من اللي درستها من المسيو أرميناك. ده حفلات مدرسية ولا حفلات؟ لا، حفلات عامة كانت كبيرة مع جد مع جده يعني، مع الفنانين السودانيين. فكنت بكون فقرة من ضمن الفقرات اللي بتطلع فيها يعني لوحدك ولا كان بيطلع معاك حد؟ لا، كنت بطلع فيها لوحدي. وكنت بطلع بقى مع الفرقة نفسها السودانية في العزف، لأن الأغاني كلها كانت بتتكتب نوتة، والنوتة سهل تنفيذها. فأنت كنت بتتعلم كمانجا ونوتة من صغرك؟ طبعا، لأن أنت في الكمانجا معناها عشان تتنفذ لازم يكون تعليم النوتة أول حاجة. طب إيه التحولات اللي حصلت في حياتك في الفترة دي غير السفر بتاع السودان؟ كان لازم أنزل أكمل الدراسة بتاعتي الكمانجا في مصر. نزلت لوحدك؟ فبابا نزلني، قعدت مع عمي. كنت بروح بقى بدرس في معهد الموسيقى العربية عشان خاطر، لأن ما خدتش الثانوية العامة من السودان، كنت في ثانية ثانوي. فنزلت أولى ثانوي تاني من جديد في معهد الموسيقى العربية، وكملت المرحلة الثانوية فيها، وكملت بعد كده من الثانوية إلى الجامعة في كلية التربية الموسيقية. يعني أنت راجع لوحدك؟ كانت العيلة كلها لسه هناك في السودان. مين اللي قرر إن أنت ترجع تنزل مصر وتكمل دراستك؟ أنت أنا ولا؟ طلبت من بابا، وبابا وافق إن أنا حس إن أنا عايز أكمل المسيرة الفنية. فاكر أصدقائك في السن ده؟ لا طبعا. كان عندك أصدقاء سودانيين؟ برضو مش متذكر منهم بالظبط. انتوا تقريبا كده قعدت كام سنة في السودان؟ قعدت 2 3 تقريبا، مش فاكر يعني. كانت مرحلة دراسية بالكامل يعني. فما كانتش فترة طويلة؟ لا.